إيلون ماسك، بيل جيتس، مارك زوكربيرج، أينشتاين. تعرف ايه الشيء الوحيد اللي بيجمع الأربعة دول؟ ولو قلت لي الفلوس في أينشتاين ما كانش غني. الحاجة اللي كانت بتجمع بينهم هي حبهم الانعزال عن البشر أو الانطوائية. أيوة بالظبط كده. الإبداع والحاجات الجديدة اللي خرجوها لينا ما كانتش من فراغ أو إنهم كانوا مجرد ناس محظوظة. الناس دي كانت بتفكر وبتوصل لدرجة عالية من التفكير ممكن يكون مفيش حد مننا وصل ليها قبل كده. وللأسف الدرجة العالية ديت من التفكير بتميل لجعل صاحبها إنسان انطوائي مش اجتماعي. بص يا غالي، العالم اللي بنعيش فيه ده فيه مواصفات كتير للبشر. في شخص اجتماعي وشخص انطوائي، والأغلبية هما مزيج ما بين الاتنين، ولكن بنسب مختلفة بين الاتنين، وده الأفضل والأنجح. في الحقيقة وفي نوع رابع وهو المهندسين اللي بيتعمل فيهم. بس انتوا بتزعلوا وبتقولوا علينا متنمرين. يلا مش مشكلة. في دراسة اتعملت وقالت ان 98% من اغنياء العالم هم في الاساس اشخاص انطوائيين. ولكن ايه الفرق ما بين الاجتماعي والانطوائي؟ الانطوائي او الانتروفيرت بيفضل انه يكون وحيد معظم الاوقات، اما الاجتماعي بيحب يكون مع مجموعة. ده بيرجع طاقته بالانعزال، وده بيستمد طاقته من المجموعة. وفي الحقيقة لكل نوع من دول صفاته اللي بيتميز بيها عن التاني، وكل شخص منهم بيكمل التاني. ولكن مع التدريب ممكن كل واحد منهم يعمل شغل التاني. والنقطة دي مهمة جدا، وده لأن الانطوائية مش مرض نفسي أو بدني عاوز تتخلص منه، ولكن هي سمة شخصية وكمان طبيعة بشرية ليها مميزاتها وعيوبها. وأكبر عيوبها إنها ممكن تجيب لصاحبها أمراض زي الرهاب الاجتماعي، لأنه خلاص ما عادش قادر يتعامل مع أي شخص، أو ممكن تجيب لصاحبها كآبة أو خجل من التعامل مع البشر. ولكن ده على عكس أشخاص تانية بيكسبوا نقطة الانطوائية دي في صفهم، ويبدأوا يتعلموا مهارات إضافية زي التواصل مع الآخرين. إيه ده؟ هو ده ممكن يحصل؟ في الحقيقة في جملة بتقول مش ممكن لما أجرب أطلع بعرف. الجملة دي بالرغم من هزليتها إلا إنها صح جدا. الإنسان ما بيعرفش قدراته إلا لما يجرب. إزاي بتخاف من حاجة ما تعملتش معاها قبل كده؟ بتخاف من الفشل؟ أحب أقولك إن الخوف قبل التجربة هو عجز، ومخاوفك قبل البداية مجرد أوهام. ده إيه الكلام الكبير ده؟ في الحقيقة ده اللي حصل بالظبط مع إيلون ماسك، اللي قال إن الموضوع قعد معاه كتير من الوقت عشان يقدر يطلع على المسرح ويتكلم كويس بين الناس. هو ما سابش نفسه وقال إنه ما يعرفش يبقى خلاص، لا، هو اتعلم وبطرق صعبة وقال لنفسه ازاي ابقى رئيس كل الشركات ديت وما اقدرش اتواصل مع الناس. لا، هو اتشجع عشان يخلص من الصفة السلبية اللي فيه حتى لو بذل مجهود كبير، ولكنه قدر في الاخر انه يتغلب عليها. الله، ده في حاجة انت مش واخد بالك منها. هي الموهبة ممكن حد يكتسبها؟ في الحقيقة لو وضعت خطط ونظام لتطوير مهاراتك حتى لو كانت قليلة، فده هيساعدك على التغلب حتى على الموهوبين بالفطرة. وتعالى أعطيك مثال على كده. معروف بين لاعيبة الكورة وبالأخص حراس المرمى إنهم لازم يكونوا موهوبين، ولكن تخيل حارس مرمى بيصد الكورة بكل سهولة، وحارس تاني هو كويس ولكن موهبته مش أحسن حاجة. والحارس اللي مش أحسن حاجة ده بيقعد يتدرب ويتعب ويتمرن يوم بعد يوم لحد ما وصل لمستوى كويس. والحارس صاحب الموهبة ده كسل واستهتر، ما طورش نفسه. وفي يوم جبنا الاتنين وعملنا لهم اختبار، وإذا بالمفاجأة إن الحارس اللي بيتمرن مستواه بقى أعلى من الحارس صاحب الموهبة المستهتر. الله، طب والموهبة راحت فين؟ بح. وفي الحقيقة انت ممكن تقيس القصة ديت على حاجات كتير موجودة في الحياة، في الشغل والتعامل والإبداع. الشخص الاجتماعي بيعرف يتعامل مع ناس كتير ويروح ويجي، ولكن الشخص الانطوائي ما يعرفش يعمل كده. لا، هو بيقعد مع نفسه ويكتشف عوالم تانية غريبة، ولكن كل واحد ممكن يتعلم عشان يوصل للتاني. وللعلم أي كاتب أو مؤلف للأعمال الدرامية اللي بتكون على مستوى عالي لازم يعيش في عالم خيالي يرسمه هو داخل دماغه، وده بيحتاج وقت كبير جدا في الانعزال عن العالم. وده مش كلامي، ده كلام المؤلف الكبير جورج مارتن، مؤلف سلسلة صراع العروش أو جيم اوف ثرونز. مارتن بيقول إن ممكن ينعزل عن العالم لأكتر من 30 يوم ما يشوفش فيهم إنسان عشان يوصل للدرجة دي من الخيال والدقة في سرد الأحداث. والكلام ده لشخص قديم، ما بالك بالأيام الحالية اللي بتساعد إنك تكون منعزل عن العالم.
زي مثلا التليفون والبلاي ستيشن وغيرها كتير. وكمان هم عاوزين يزودوا سحب عقول الناس اكتر باختراعاتهم اللي مش بتخلص، عشان كل واحد كده يقعد في كهف لوحده بعيد عن البشرية. التكنولوجيا اللي ساهم في تطويرها بيل جيتس ومارك زوكربيرج المفروض انها كانت بتهدف لتسهيل التواصل بين الانطوائيين، ولكن في الوقت الحالي انا شايف ان الآية اتقلبت وبقت بتصعب موضوع التواصل اكتر. يا اخي الشباب من كتر الميول للوحدة طلعوا مصطلح جديد وشكله هينتشر اليومين دول اسمه انهي دنيا. لا انا مش بهزر او بهبد اي كلام وخلاص، والله انا كنت اتمنى، بس مصطلح انهي دنيا ده معناه يا دنيا هاتي كمان هاتي. وبجد المصطلح ده علمي بيوصف حالة فقدان الشغف والمتعة اللي بيحسها الإنسان حتى مع الحاجات اللي كانت بتخليه زمان سعيد. والله يا غالي احنا بقينا في زمن غريب. الخلاصة الانطوائي هو إنسان عارف الناس على حقيقتهم فقرر عدم الاختلاط بيهم. اوضته هي المملكة بتاعته وموطن أفكاره، ولكن مش معنى كده إنه مانع التواصل نهائيا، لا هو ليه ناس معينة كده بيفضل يحافظ عليها ويتمسك بيها، وكمان لازم يتعلم ازاي يتواصل مع اي حد جديد، وده المعنى الصحيح للانطوائية.